دلوقتي؟ هو الواحد ما عرفش يكمل اي مغامره للاخر؟ انا كنت خلاص هوصل لسر التجربه. اما نشوف بقى مين جابني على ملا وشي. شكلهم كده جايب واحد جديد ولا ايه؟ واضح ان اللعب هيرجع من تاني. افريقيا. اخيرا هشتغل في المكان اللي كنت بحلم بيه. دي كل الادوات العلميه دي كلها. الحياة في سفينة فضاء. ايه ده؟ التجربه دي عنك تعمل شمس وتحبسها جوه ازازه. حاجه هتشد الانظار مش كده؟ ما ترد. انا؟ واقف عندك ليه؟ تعالى. انت مين؟ بتعمل ايه هنا؟ اولا انت اللي جاي لي مكاني، وثانيا بقى انت اللي مين وبتعمل ايه هنا؟ انا مرشد علمي جديد هنا في المتحف. حد شافك وانت جاي على هنا؟ انا كنت لوحدي ما اعتقدش. هو في ايه بالظبط؟ انا محتاج تقول لي ايه دورك في المتحف هنا. انا زي ما قلت لك شغال هنا مرشد علمي. الناس بتيجي باخدهم في جولات علميه، بشرح لهم حاجات في العلوم بس. وبالتالي بتقف معاك بعض الاسئله اللي محتاج لها اجابات، صح؟ احيانا، بس بلاقي الاجابه في الكتب. طب ايه رايك بقى خليك تعيش كل اللي بتقراه في الكتب ده عندي هنا في المكان ده؟ يعني ايه اعيش؟ مش فاهم. انا هقدم لك عرض وعايزك تسمعه كويس جدا. لو وقف معاك اي تساؤل علمي او محتاج تتحقق من اي تجربه، فانا بضمن لك انك دايما هتلاقي الاجابه هنا، وده لان دايما السر في السرداب، وده عن طريق شرطين مهمين جدا. شرطين؟ ايه هما؟ طب قولهم وخلصني. الاول انك كل مره هتنزل لي هنا وهتنزل لي اكيد هتجاوبني عن بعض الاسئله اللي بتخص الزمن بتاعك. الزمن بتاعي؟ طب قول الشرط التاني. الشرط التاني اياك حد يعرف انك اصلا بتنزل عندي هنا في المكان، وان في مكان هنا اسمه السرداب. اشمعنى طيب؟ لانك هتحصل اللي هناك ده. اصلا انت ازاي متخيل او متاكد ان انا هنزل لك تاني بعد اللي حصل ده؟ وقتك انتهى. هو في ايه؟ ايه المكان ده؟ انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. مين ده؟ ايه الحاجات الغريبه دي؟ حان الآن فتح أبواب المتحف على السادة المرشدين الاستعداد لاستقبال الزوار.